السلام عليكم. انتهى من دقيقتين كده الشوط الاول لماتش بيراميدز والزمالك، اول ماتش في الدوري. حقيقي انا عندي بس استعجاب، وده اللي خلاني اطلع اتكلم حالا على طول كده، ان انا عندي كلمتين عايز اقولهم. في حاجه جوايا كده انا محتاج اخرجها. اول حاجه هي طريقه لعب الزمالك. هو النهارده نقدر نقول متحفظ، بس بادئ بتشكيل انا من وجهه نظري عجيب جدا. يعني عوده حميده لمحمود علاء، بس محمود علاء اول مره يلعب النهارده جنب المسلوسي. مفيش ماتشنج بين الاثنين. عندك حسام عبد المجيد وعندك محمد عبد الغني وطلعت الاثنين بره السكور. لعبت بناحيه اليمين طارق الزناري اللي انا شايف ان هو اساسا ما عندوش ثقه. عوده حميده جدا للنجم اللي بيثبت ان هو نجم عالمي، محمد عبد الشافي. لعبت قدامه بسيد نمار، والجبهه دي في الزمالك كانت الى حد ما كانت شغاله كويس. يعني انا شايف ان معلهاش مشكله. زي ما انا شايف ان ناصر منسي النهارده معلوش اي مشكله. ناصر منسي ما بيروحلوش كوره، ما بيتلعبلوش، ما فيش حلقه وصل ما بين نص الملعب ما بين خط الدفاع وهو. نص الملعب كان النهارده صعب قوي قوي قوي. رؤى والسيسي الاثنين ما ينفعوش يلعبوا جنب بعض. مش هقول ان هم وحشين، هم فعلا وحشين، بس انا مش هقول ان هم وحشين. هم الاثنين ما ينفعش يلعبوا جنب بعض. الاثنين لاخمين بعض في نص الملعب. يعني الاثنين تحس ان هم موجودين في نفس المكان اللي هم الاثنين بيقفوا فيه. الاثنين لاخمين بعض. الكرة وهي بتتلعب انا مش عارف مين اللي هياخدها فيه. الاثنين ما ينفعوش يلعبوا جنب بعض حقيقي. صعبين الاثنين مع بعض. ما فيش ما بينهم تناغم، ما فيش ما بينهم كيمستري، ما فيش ما بينهم ان هم بيوسعوا مساحات لبعض وبيفتحوا مساحات لبعض. الدقيقه 40 كان في مشكله كبيره قوي عند رؤى والسيسي. في كره اتقطعت من خط الظهر، كانت هجمه لنادي بيراميدز، اتقطعت من خط الظهر واتحطت لعمر جابر. عمر جابر خدها وجرى بيها على الخط. كان بيجري وقطع له من نص الملعب ناصر منسي. عمر جابر لو لعبها مفقوده بنسبه 100%. الراجل وقف على الكوره من ناحيه اليمين ونزل بيها لتحت ومستني مين اللي جاي من ورا علشان يسند عليه ويعملوا هجمه المفترض انها هجمه وعد. مفيش بني ادم مكمل معاه من ورا. اللعيبه كلها ما جاتش، كلهم متاخدين غياب. مفيش لعيب جه من ورا لقدام يكمل ويسند معاهم ويعمل هجمه. مش موجوده. الزمالك النهارده نص الملعب بتاعه سيء جدا 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 في الشوط الاول. اتمنى ان اسوريو يكون عنده حلول. انا شايف ان هو كان يعني الى حد ما متعقل النهارده. يعني الى حد ما رجع له نسبه من عقله اللي كان بيفقده في ماتشات كتير، زي ماتش ايرتا صلاح اللي لعبه في افريقيا في جيبوتي. النهارده كان عنده شيء من العقل. نشوف بقى هيعمل ايه في الشوط الثاني. هل هو عنده الملكه وعنده الاستعداد ان هو يغير شكل الفريق وطريقه لعب الفريق ويقفل مفاتيح اللعب بتاعت بيراميدز اللي انا شايف انها متعدده. طيب عايز اتكلم برضو عن بيراميدز زي ما قلت عن الزمالك. وجهه نظري عن بيراميدز بيلعب بطريقه تقريبا تيبيكاليتي، هي نفس طريقه السنه اللي فاتت. الراجل بيلعب ضغط عالي، بيضغط عليك. انت طبعا بتبني من تحت، وكل الفرق النهارده بتلعب على انها بتبني من تحت ب 4-3-3. بيضغط عليك وبيضغط عليك على اللعيب بثلاثه واربع لعيبه. بيضغط على خط الظهر، يعني بيضغط بثلاثه واربعه، يعني لعيب لكل لعيب تقريبا. ضغط عالي جدا جدا جدا. بينفذوك كويس جدا، بيغلطوك او بيخلوك تطلع كره طوليه. الكره الطوليه بترتد عليك تاني من نص الملعب، بيعملوا عليك هجمه واعده. الكره لو راحت لمصطفى فتحي او عبد الله السعيد او مهند لاشين، تبص تلاقي دايما في حد بيجري من ورا لقدام. في كره اتلعبت السنه اللي فاتت كتير جدا واتلعبت النهارده مرتين، ان بتروح لوليد الكارت من لمسه واحده بيحطها ما بين الاثنين المدافعين لمصطفى فتحي او لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد برضو الاختراقات، تبص تلاقي وليد الكارتي بيقطع من ورا لقدام. دايما اللعيب اللي مش متشاف، يعني دايما بتتعامل مع اللعيب اللي مش متشاف. تبص تلاقي الاطراف بياخدوا اللعيبه او بياخدوا المدافعين وياخدوهم ويسرقوهم ويطلعوا بيهم لبره، ولعيب جاي من ورا لقدام مش متشاف، وتبص تلاقي الكوره اتلعبت له ثرو باص بقى هو والجون. اتعملت النهارده كتير جدا. تمام. الزمالك كان عنده حلول؟ لا، ما كانش عنده حلول، بدليل انها اتعملت عليه كتير. اي نعم الهدف جه من ضربه ثابته، وهتكلم في الضربه الثابته دي على ان النهارده كمان بيراميدز عالج الضربات الثابته. يعني انا ما افتكرش النهارده اساسا ان الزمالك جاله كورنر. تقريبا هو يا كورنر يا ما جالوش، يعني على ما اتذكر من الشوط الاولاني يا كورنر يا ما جالوش خالص. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان بيراميدز عالج الضربات الثابته له. يعني في حاله ما يكون له كورنر
لا، لعبوا النهارده بطريقه كويسه جدا. الكورنر بيتلعب على الزاويه البعيده، يا اما لعلي جبر بيستغل الطول بتاع علي جبر، يا اما لاحمد سامي. الكره ما بتتلعبش مباشر على الجول، الكره بتترد تاني، اللي هي عكس حركه ودوران المدافعين. الكره المدافعين كلهم وخط الدفاع كله، سواء البوزيشن او اللي بره البوزيشن، مسروق او في خيله، او لسه ما خدش الوضع، او عينه لسه ما شافتش الكوره، فجاه يلاقي الكوره ارتدت تاني لاي لعيب برضه جاي يحطها بدماغه في قلب الجول. عملوها النهارده مرتين ثلاثه بس لم تؤتي بثمارها، يعني كلها طلعت بره وما كانوش موفقين فيها. المجمل العام الزمالك لعب الشوط الاولاني 5 دقائق متقطعين، دقيقتين في ثلاثه، ده اللي لعبهم، ده اللي كان موجود فيهم، بثلاث اربع كرات لسيد نيمار، كورتين لايشو كان بيناغش بيهم كده. برضو على فكره واد جاي. بس انا بعيب على اوسوريو ان هو ما يبداش النهارده بلعيب في نص الملعب زي اوباما. هو تقريبا كان عايز يامن دفاعي اكتر، او عايز يطلع الشوط الاول 0-0 تقريبا، ده طريقه تفكيره. بس انا شايف النهارده ان انت كان لازم تبدا بشيكابالا، او تبدا باوباما على الاقل على الاقل، وتحافظ على خط الظهر بتاعك زي ما هو. كان المسلوسي يفضل يمين زي ما هو، عبد الشافي شمال ما عندش اي مشكله. كان ممكن حسام عبد المجيد او محمد عبد الغني جنب محمود علاء، اللي هو انت بتحافظ على الناس اللي بتلعب مع بعض، في ماتشنج بينهم وبين بعض ومتفاهمين لبعض، زائد ان انت بتحافظ على الناس اللي رجليها في الملعب. الماتش ده مش عايز ناس جايه لاول مره بتلعب. انا دي وجهه نظري، واكيد انتوا والناس الثانيه لها يعني دي وجهه نظري، وانتوا لكم الراي برضه، يعني اكيد انتوا لكم الراي. هنستنى الشوط الثاني ونشوف نتيجه الشوط الثاني هتعمل ايه. متوقع انه يكون شوط ثاني مفتوح اكتر من كده، وتوقعاتي ان بيراميدز هيجيب اهداف ثانيه. الله المستعان. السلام عليكم، مرحبا مره ثانيه. الشوط الثاني خلص من مباراه بيراميدز والزمالك. شوط ولا اروع، شوط تحس ان هو مش في الدوري المصري، شوط نقدر نقول جايبينه من دوري ابطال اوروبا. 4 تغييرات بدا بيهم اسوريو، 4 تغييرات قلبوا كفه الزمالك، خلوا الزمالك اللعيبه اللي كانت غايبه، اللي انا اتكلمت عنهم انهم كانوا غايبين في الشوط الاول، خلوا اللعيبه دي تحضر، خلوا الفريق كله على بعضه يحضر. ولكن انا بعيب عليه ان هو مش عامل حساب سيناريوهات المباراه ممكن تمشي ازاي. يعني المفروض يبقى انا حاطط سيناريو 2 و3 و4 ان سير المباراه هيمشي معايا ازاي، بدليل ان هو اتزنق لما محمود علاء اتطرد. انت كنت محتاج هنا تغيير، كنت محتاج تتدخل، ومع ذلك انت ما اتدخلتش، انت سبت الطريق او اللقاء يمشي زي ما يمشي. بس نتكلم بس على الايجابيات الاول. ان هو عمل 4 تغييرات، طلع عبد الشافي وايشو، نزل جبهه جديده خالص مكونه من ابراهيم نضاي ناحيه شمال باك شمال، ومصطفى شلبي قدامه، وطلع السيسي ورؤى، ونزل اوباما ودونجا. اللي بصراحه انا اتكلمت عن الشوط الاولاني كان محتاج لعيب زي اوباما. لعيب زي اوباما ده يقف على الكره في نص الملعب وينقل الكره ويحولها من خط الظهر لهجمه تكون واعده. حقيقي وجود اوباما مهم، وجود دونجا كان مهم جدا جدا جدا. انا ما كانش لازم العب ب2 6 يلخموا بعض، انا كان ممكن العب بواحد بس زي دونجا ويأدوا الدور اللي عليه على اكمل وجه، زائد ان يبقى حواليه 2 في خط النص، واحد ناحيه اليمين وواحد ناحيه الشمال، يفتحوا معايا اللعب ويعملوا معايا يبنوا معايا الهجمات اللي قدام. 4 تغييرات كان لهم مردود ايجابي، وكان لهم فعل السحر، يعني مردود ايجابي وفعل السحر كمان. ان الفريق قدر في اول ربع ساعه في الدقيقه 57 او 58 تحديدا، قدر دونجا من شوطه من بره منطقه الجزاء مرتده من خط دفاع بيراميدز بطريق الخطا. يعني هي الكره عرضيه طلعها دفاع بيراميدز بطريق غلط، قابلها دونجا بصراحه ببطن رجله زاحفه على يمين الشناوي. كان هدف جميل جدا جدا جدا. بعدها مفيش 5 دقائق تقريبا كورنر لنادي الزمالك، وبدات تتعدد الضربات الركنيه لنادي الزمالك. كورنر لنادي الزمالك لعبه مصطفى شلبي، قابلها ابراهيم نضاي على يمين الشناوي برضه، واحرز منها الهدف الثاني، وقلب كفه المباراه تماما لصالح نادي الزمالك. نقطه بس عايز اتكلم فيها هنا، ان في نقطه كان الزمالك فقدها في الشوط الاول، وهي مين يلعب الضربات الثابته، مين يلعب الكورنر، مين يلعب. يعني هم لما جالهم ضربه ثابته من بره منطقه الجزاء في الشوط الاولاني كانوا محتارين يلعبوها ازاي، واضطر اشرف رؤى يسندها للمسلوسي، المسلوسي يشوط. هي الشوطه كانت حلوه، جت ما بين الثلاث خشبات، ولكن هي شوطه عاديه. هي فيها قوه بس شوطه عاديه. الضربات الثابته النهارده بتستغل لاحراز اهداف، الضربات الثابته بيتعمل منها جمل تكتيكيه، الضربات الثابته لها طرق لعب. فانت واحد
محتاجه يكون متخصص في لعب الضربات الثابته، سواء هيلعبها اوفر، هيفتح بيها على الجناب، سواء ايا كان. anyway انت المهم يكون عندك واحد متخصص بيصنع معاك حلول ويستغل الضربات الثابته دي، لان دي طريقه ممكن تجيب بيها جول. فده كانوا مفتقدوا الزمالك في الشوط الاولاني عكس بيراميدز طبعا. في الشوط الثاني لما نزل عندك مصطفى شلبي ونزل عندك اوباما ونزل عندك دونجا، كان عندك حلول، كان عندك انك تقدر تعمل هجمه، وبالفعل قدرت في اول ربع ساعه تقلب المباراه وتتقدم كمان وتعمل ريمونتادا ما بين متاخر 1-0 تبقى متقدم 2-1. هنا بيتدخل باتشيكو. بصراحه هو الراجل ده شاور على عقله كده، وبصراحه هو الراجل ده ذكي جدا. تدخل وبرضه باربع تغييرات. تدخل باربع تغييرات قدر بيهم ان هو يحول طريقه لعبه واختراقه لفريق الزمالك من العمق للجناب. عمل جبهتين بصراحه 10/10. الجبهه اليمين كان قائدها احمد فتحي، وبصراحه احمد فتحي يعني ما شاء الله تبارك الله عليه ان هو بيأدي الاداء دوت في السن ده، وقدر يجيب الانذار الثاني لمحمود علاء ويطرد من خلال الاشتراك مع احمد فتحي في الكوره اللي هو عدى بيه منها من ناحيه اليمين. ونزل بمحمد حمدي من ناحيه الشمال، عمل جبهه شبه ناريه، شبه ان هو فتح النار على الزمالك. هنا بقى بعيب على اسوريو ان هو ما كانش عنده حلول. اسوريو لما عمل 4 تغييرات دفعه واحده كان ممكن يعمل 3 ويأخر 2. لما عمل 4 تغييرات دفعه واحده وجي بعد كده نطلع سيد عبد الله من الموجود، انا شايفه تغيير مش مناسب، ونزل شيكابالا اللي هو نزل عشان يدافع. طب هو شيكابالا مش لعيب دفاعي، هو نزل وانت بتقول لهم ارجعوا قفلوا الخطوط ورا وضيقوا مساحات. طب هو شيكابالا مش اللعيب ده. انت شيكابالا ده عايزه علشان تحط له الكوره وهو ياخدها، يبدا يوزن لك الملعب، يباصي يمين يباصي شمال، ينقل، يعمل هجمه، يعمل اسيست، يعمل الكلام ده. انت منزله عشان يتضغط دفاعيا، منزله علشان تفقد كل حاجه هو موجود ممكن يعملها لك. انت شيكابالا ده تنزله تلت ساعه وتقول له اصنع لي الفرق فيها. تلت ساعه خد اريحيه في اللعب واعمل لي هجمه 2. انما انت ما تنزلش شيكابالا عشان تقول له دافع. فدي وجهه نظر برضو يعني، وانتوا لكم الراي. فانا شايف ان اسوريو بالاربع تغييرات مره واحده فقد ان هو يتدخل تاني في المباراه، وان هو يصلح من اموره او يصلح من او يعمل رد فعل، يبقى مثلا في اكتيفيشن منه كده، رد فعل لتغييرات باتشيكو اللي قلبت المباراه وخلت الاستحواذ والكفه وكل حاجه لصالح نادي بيراميدز. فقدر بيراميدز فعلا من نفس الكوره اللي اتعملت مرارا وتكرارا، اللي هي بتتلعب للعيب اللي بيجري وبيسرق المدافعين، بتتلعب له من ورا لقدام وما بيكونش فيه اوفسايد وما بيكونش فيه يعني تسلل ولا اي حاجه. وفعلا اتلعبت كوره للاسف مرتده بيقابلها وليد الكارتي بدماغه وبيحطها لرمضان صبحي اللي بياخدها 1 تاتش في الزاويه البعيده لمحمد صبحي. هدف فوق الممتاز، هدف جميل جدا 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 جدا، وبيتحسب 6 دقائق وقت ضايع. ال6 دقائق وقت ضايع دول بيستحوذ فيهم بيراميدز، وبرضه بيمارس هوايته في الضغط وبيكمل في الضغط على اساس ان هو يقدر يجيب الجول الثالث ويحصل 3 نقط. لكن العنايه الالهيه بتقتسم نقطه لكل فريق، والعنايه الالهيه بتقول لهم ان الفرقتين قدموا شوط تاني اروع مما تتخيل، عكس الشوط الاولاني اللي كان كله تقريبا لصالح بيراميدز. الا ان العنايه الالهيه قسمت النقط على الفريقين، كل فريق نقطه، وبيعتبر ماتش من الماتشات الممتازه جدا 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 في بدايه الدوري. الى اللقاء في ماتش تاني.